النهارده خلاص يعني تجربة هنقوله على كل الأحوال هي يعني أحسن حاجة الحمد لله. شوية كده وهنشغل النور. الساعة دلوقتي 5:36 دقيقة اهوت. الجو كان هوا كان صعب جدا. يعني المفروض الطريق اللي كنا خدناه امبارح في يوم خدناها على يومين، ونزلنا من الطريق اللي هو الدولي الجديد دخلنا على طريق لسه معمول جديد اهوت. زي ما انتم شايفين حتى لسه العمدان ما ركبلهاش اضاءه، الدنيا ما اتشطبتش. مدينه العلمين الجديده هناك اهيت على بعد 30 كيلو بالظبط من هنا، ومدينه الضبعه على بعد بالظبط حوالي 62 كيلو. فاحنا هنقرر ان احنا ندخل على طريق الضبعه. الموضوع يعني الحمد لله احسن حاجه، في شويه تعب بس في امان. وجود طارق معايا في الرحله ديت مدي امان اكتر، مش مستعجل على حاجه. سيوه الاقرب لقلبي بصراحه. منتظر ان انا اروح سيوه. مش عارف هل هنهض راس سنه هناك ولا لا، بس خلينا ماشيين. النهارده اليوم الثالث، والنهارده هنضغط على نفسنا شويه لحد ما ندخل ان شاء الله الضبعه باذن الله، حتى لو دخلنا الضبعه في وقت متاخر، بس الله المستعان. هنضطر كده نشغل الاضاءه علشان خلاص ما بقاش في هنا مبنى تقريبا قدامنا اهوت، تقريبا انشاء كبرى او حاجه كده. لو لقينا فيه غفير ولا حد ممكن ننزل نخيم عنده الصبح. ما كانش يبقى هنكمل لسه 24 كيلو تمام. ولو وصلنا بره على الطريق الدولي الساحلي يبقى هنكمل الضبعه ان شاء الله. في حاله من يعني مش عايز اقول الرعب، بس الطريق اللي احنا ماشيين عليه ده شويه بنكسر وشويه بنطارق. وقف ليه مش عارف طريق اروح. الطريق ده مكسر، شويه يبقى مكسر وشويه يبقى كويس. 20 كيلو على اللوكيشن، لو شايفين اللوكيشن اهوت تمام. هنوصل لمكان يعني تقريبا لسيد عبد الرحمن على ما اعتقد يعني. ربنا يستر. الطريق وصل اهوت. مش عارف بقى انتوا شايفين الطريق ولا لا. بس الطريق مكسر شويه انقطع. ماشي مع بعض كده ايه كمان اكتر. ماشي عايز اشغل كده ورا مش عارف. ماشي لما نطلع طبعا هنزل لكم الفيديوهات اللي بنطلع من المكان ده. بس الان على بر الامان، طلعنا الحمد لله على طريق فيه اضاءه والدنيا فيه احسن يعني من الطريق اللي احنا كنا فيه. وان شاء الله يعني خلاص يعني مش هنكمل يعني في الغالب مش هننزل الضبعه خلاص. بيننا وبين سيد عبد الرحمن حوالي بالظبط 12 كيلو 15 كيلو بكتيرو. ناكل بس الاول كده ونظبط الامور، وبعد كده نقرر هنخيم ولا هنكمل السيد عبد الرحمن. يعني قبل ما انزل الفيديو ده هقول لكم في برضك احنا هنبقوا فيه. هو تعبان جدا خلاص بفضل الله. يعني خلاص احنا سيد عبد الرحمن مش هندخل الضبعه النهارده. فاضل بالظبط حوالي 9 كيلو او 10 كيلو ونكونوا في قلب سيد عبد الرحمن. يعني في تفاصيل كتيره جدا في الطريق مصورينها لكم. دخلنا طريق غلط كده، دوروا على الفيديو اللي هينزل بعد ده، وانا مصور كل الطريق حوالي 11 دقيقه بالظبط على فترات كده. يعني عايز اقول لكم مجهود يا شباب، الفيديو ده يطلع اكسبلور ويكسر الدنيا. فبشكر كل الناس اللي بتدعمنا وتطلع فيديوهاتنا اكسبلور. يلا في رحلتنا الى سيوه بالعجله، وده اليوم رقم 3 وهنخيم في سيد عبد الرحمن ان شاء الله.
سيدي عبد الرحمن. وطبعا هنا في بيت الشامي هنتغدى بقى كده ونظبط نفسنا. تمام. الغدوه المتينه حلاوتك. ده بطاطس، ظبط البطاطس ماشي. شويه بهارات كده وروج الدنيا. خد لي صدر يا حبيبي كده صدر كده نظبطه الدنيا. الصدر بيبقى فيه بروتين اكتر عامه من الورك. وصلنا طبعا سيدي عبد الرحمن، جينا هنا البيت الشامي علشان ناكل واحده بروتين ونكمل لمطروح. اقسم بالله العظمه كانت خلاص كدابت. يلا بينا ناكله وبعد كده تفرج.